شايف المحل ده كان زمان شغال 24 ساعة، النهاردة مقفول. وشايف اللي جنبه نفس القصة. عارف ان في مصر كل سنة بيفتح اكتر من 400 الف مشروع صغير، بس اكتر من 60% منهم بيقفل قبل اول سنة. طب ليه؟ هل لان السوق صعب ولا الناس هي اللي مش فاهمة اللعبة؟ النهاردة هنجاوب على السؤال اللي محدش بيحب يسمعه. ليه اغلب المشاريع بتفشل رغم ان اصحابها شاطرين؟ انا طه، ودي اول حلقة من سلسلة ازاي تدير مشروعك صح. سلسلة لو تابعتها للنهاية ممكن تغير طريقة ادارتك تماما وتخلي مشروعك يعيش بدل ما يموت. ده شاب اسمه احمد فتح كافيه صغير، بدأ بحماس، ديكور جامد وقهوة ممتازة، بس بعد 8 شهور قفل. احمد كان فاكر ان النجاح في الطعم والديكور، بس ما حسبش الفلوس صح، ما عملش نظام وما عرفش يسوق، وفي الاخر الكافيه اللي كان حلمه بقى ذكرى. كل يوم بشوف مشاريع زي دي. المشكلة مش في الشطارة، المشكلة في الإدارة. في الحلقة دي هقول لك على 5 أسباب رئيسية بتقتل أي مشروع، وهنا تبدأ الرحلة. السبب الأول وهو الكاش فلو، وده الدم اللي بيجري في المشروع. الفلوس في المشروع زي الدم في الجسم بالظبط، لو الكاش وقف المشروع يموت حتى لو عندك زباين. المشكلة إن أغلب الناس بتركز على المبيعات مش على السيولة. أنت ممكن تبيع ب100 ألف جنيه في الشهر، بس بتصرف 110 120 من غير ما تحس، لأنك بتدفع مقدم وإيجار ومخزون وغيره. طب إيه الحل؟ اعمل دايما جدول بسيط لتتبع المصاريف اليومية والإيرادات، وراقب رقم واحد بس: الكاش المتاح بعد كل اسبوع. الكاش فلو بيساوي الكاش ان ناقص الكاش اوت. بالبلدي السيولة بتساوي الفلوس اللي دخلت تطرح منها الفلوس اللي خرجت. لو كان الرقم ده بالسالب اكتر من اسبوعين اعرف ان مشروعك بينزف ومحتاج اسعاف. السبب الثاني الاداره بالملكيه مش بالمنهج والعقل. في فرق كبير بين انك تكون صاحب المشروع وانك تكون مدير المشروع. اللي فاتح مطعم لازم يبقى فاهم ازاي المطعم يدار حتى لو مش بيض. عمرها حصلت معاك او حصلت قدامك انك شفت صاحب المحل بيزعق ويقول هو ليه محدش بيشتغل طول ما انا مش موجود؟ عارف ليه؟ لانك عامل نفسك النظام، مش عامل لنفسك نظام. طيب تعال اقولك على شوية نصايح بسيطة هتطبقها وتنفعك قوي في النقطة دي. رقم واحد: اكتب المهام اليومية لكل شخص. بالبلدي كده عرفه ايه المطلوب منه في يومه. اعمل سجل بسيط للحضور والطلبات والإيراد اليومي. رقم 3: اعمل اجتماع اسبوعي قصير للمراجعة وتقييم الاسبوع. النجاح مش انك تبقى موجود في المحل طول اليوم، النجاح ان المحل يشتغل من غيرك. ثالث سبب وهو سوء التسويق. في ناس لحد دلوقتي فاكرة ان التسويق يعني اعلان على الفيسبوك وخلاص، لكن الحقيقة ان التسويق بيبدأ قبل ما تفتح المشروع. التسويق بيعتمد على حاجات كتير، اهمهم دراسة المنافسين وتحديد جمهور وبناء علاقة بعد البيع. جرب تبعت رسالة شكر بعد كل عملية شراء او عرض خاص للزبون اللي يرجع لك تاني. صدقني ده هيخلي الناس ترجع لك مش ترجع لغيرك. رابع سبب وهو التوظيف العشوائي. اللي شغال عندك مش عبد، ده واجهة مشروعك. لو الموظف مش فاهم مهمته او مش مقتنع باللي بيعمله المشروع كله بيقع. طيب تعالى اقول لك على شوية نصايح بسيطة تقدر تطبقهم في الموضوع ده وهيفيدوك باذن الله. رقم واحد: قبل ما تعين اكتب وصف بسيط للوظيفة. رقم اتنين: لما تيجي تعين عين اللي يستحق الوظيفة فعلا، مش عشان قريبي او صاحبي. رقم 3: درب وراقب الموظف بنفسك لمدة اسبوع. رقم 4: خليه يعرف هدفه من الشغلانة مش بس المهمات اللي مطلوبة منه. العامل اللي فاهم ليه بيعمل الحاجة بيبدع فيها اكتر من اللي حافظها. خامس سبب معانا النهاردة وهو غياب الرؤية. كتير من اصحاب المشاريع بيفتحوا المشروع كأنه تجربة، بس ما يعرفوش هم رايحين فين بعد 6 شهور. بص، حاول تسأل نفسك سؤال واحد مهم: مشروعك هيبقى عامل ازاي بعد اول سنة؟ لو مش عارف تجاوب على السؤال ده فانت ماشي من غير GPS. حاول تكون محدد هدف رقمي واضح، زي والله انا عاوز ارباحي بعد اول سنة تكون زادت بنسبة 30%. واحد تاني ممكن يقول انا بعد اول سنة عاوز اكون بفتتح الفرع التاني. الخلاصة يا صديقي، الفشل مش سبب السوء، الفشل سببه انك دخلت المعركة من غير خطة. اعرف الكاش، ابني نظام، سوق صح، كون فريق، حدد هدف. دي اول خطوة في رحلتنا في ازاي تدير مشروعك صح. في الحلقات الجاية هنمسك خطوة خطوة من فكرة المشروع لحد ما يبقى براند حقيقي. بالمناسبة الحلقات دي انا هحطهم لك في سلسلة في قائمة تشغيل واحدة اللي هي دي، وهتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو. لو الحلقة دي فادتك وعلمتك حاجة دوس لايك واشترك في القناة واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر مشكلة بتقابلك في مشروعك دلوقتي، وبإذن الله هنختار 3 تعليقات ونحلل مشاريعهم ومشاكلهم في حلقة خاصة. سلام.